نجيو للثلاثه بعد نجيو للثلاثه وبوحده بوحده وبوحده باقي واحد. الصين وروسيا بحال اللي كيقولوا دائما مشكلتهم مع حامل القلم لاسباب مختلفه. الولايات المتحده لان هذا القرار ملي كيصدر كيقولوا الولايات المتحده مشروع قرار، هو قرار امريكي. كاين في ظل هذا السياق الدولي الصعيب كاين يعني كاين صراعات تجاذبات بين هذه القوى هذه. الا كانت روسيا امتنعت لجلاله الملك والمغرب، يمكن لي نقول بان منين بدا النقاش كان هذا الشيء ما غيتحركش حتى نشوفوا واش روسيا غدير ولا ما غديرش. لان الا كان فيتو ما كاينلاش تدخل كاع في هذا. وروسيا لما خدات القرار خداته لجلاله الملك بالنظر لذاك الزياره في 2016 وكل ما تبنى، لان في ذاك الزياره تبعت جلاله الملك والرئيس بوتين وقعوا على اتفاقيه ديال الشراكه الاستراتيجيه المعمقه واللي غدا اليوم خلقت ثقه، خلقت علاقات اقتصاديه، وخلقت الناس ما كيشوفوا كيقولوا المغرب عنده موقف متوازن من اوكرانيا. تمام. جلاله الملك خدا ذاك الموقف من اوكرانيا وحنا عارفين. عارف جلاله الملك بان واحد النهار هذيك روسيا غادي تشوفنا بحال اللي حنا كنقول الحكمه والابعاد وبعد النظر بان ذاك النظاره اللي غتشوف بها روسيا حتى هي القرار تشوفوا من اوكرانيا وغتقول فين غندير المغرب. يعني هنا فين كتبان بان باش كنقولوا حنا اليوم المغاربه كيجنيو ثمره ديال 26 سنه ديال العمل جلاله الملك على المستوى الداخلي والخارجي، ماشي شعار ولا ماشي اون فورمول زعما دو بلاطو، هذا زعما الحقيقه. دونك هادو كان عندهم هذا الاشكال، عندهم مشكل مع حامل القلم وبانهم ما يمكن لهمش وكيقولوا حنا. وثانيا حنا زعما كدول على المستوى الوطني ما مشاوش في هذا المضمون، ما خداوش هذه المواقف باش يقولوا القرار كيعكس موقفهم الوطني. فكان هذا الاشكال. باكستان النقاش كله كان حول كشمير، يعني عندهم حاله في المنطقه ديالهم وكيشوفوا حتى هما اي قرار اي موقف من نظاره لمصالحهم. داكشي باش كنقول مجلس الامن صعيب. هاد التركيبه ديالو من اصعب التركيبات. الا عطيتك السنه المقبله غتدخل مملكه البحرين، غتدخل ليبيريا، هذه من الدول المعروفه بصداقتها. ليبيريا حليف المغرب، وغتدخل جمهوريه الكونغو الديمقراطيه. هادو ما يعني نشوفوا افريقيا كي غتكون. يعني هادو كانوا صعاب. ولكن اللي مهم هو ان القرار تخاد بدون صوت ضده. هذا هو المهم في القرار اللي كيتعقل عليه واش القرار كان عنده معارضه ولا لا. وفي هذه الحاله هذا القرار كان في صفر، لان لا شفتوا الرئيس المجلس قال المصوتون من مع من ضد اولا، وعاد الممتنعون او من لم يشارك في التصويت. فالاساسي هو هذا القرار التاريخي اللي اتخذ. ليس هناك دوله واحده عضو في مجلس الامن صوتت ضده.